اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هعمل بقى معاكم طريقة صينية فراخ في الفرن، بطريقة حلوة قوي ومقادير بسيطة بس طعمها حكاية. بالمناسبة الطريقة دي بتاعت مامتي، ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لي في عمرها، اللهم امين يا رب العالمين. الطريقة دي بقى اي حد دق صينية الفراخ دي من ماما كان لازم يسألها على الطريقة، وانا واخواتي بقينا بنعملها بنفس الطريقة اللي ماما بتعمل بيها، لان طعمها صراحة حكاية جدا. عندي بقى هنا الفراخ بتاعتي. الفراخ دي انا بغسلها ازاي؟ انا بنقعها في ليمون وخل وملح. باجيب 4 ليمونات في الخلاط، انا قلت الطريقه دي قبل كده في فيديو. بجيب 3 4 ليمونات كده، احطهم في الخلاط بالقشر بتاعهم وبحط عليهم كوبايه ميه وبخلطه كده، بضربهم وبعدين باخد الخليط ده اصفيه في اي مصفى شاي. وبعد كده بقى بحط بقى، بزود ملح وخل ودقيق كمان، بغسلها بدقيق كمان. عندي بقى الفراخ بالكميه اللي انتوا تحبوها. هقرب الحاجه مني كده. عندي بقى هنا بصل متقطع بالشكل ده، مش مبشور، انا مقطعاه على ايدي، هي ماما معوداني على كده صراحة. هنا البصل طبعا كان نزل ميته. طماطمايه بقى متقطعة مكعبات كده زي تقطيعة السلطة كده. عندي بقى هنا التوابل: فلفل اسود، كزبرة، توابل فراخ وملح ومرقة، مرقة فراخ وحبة جوز الطيب. وانا بعتذر يا ماما، انا ما عنديش ورق لوري ولا حبهان، ماما كمان بتحط ورق لوري وحبان بس انا مش عندي صراحة يعني. فهعمل بقى ايه بالطريقة دي، تطلع حلوة ان شاء الله يعني. هقلب بقى كده واخلي الفراخ تشرب بقى من التتبيلة دي كده. اي كمية فراخ عندكم زي ما قلت، فعلى حسب عدد الاسرة اللي عندكم تبقى بالشكل ده. وبتسيبوها بقى، يعني احسن حاجة تسيبوها ليلة كاملة. ليلة انا بعملها من قبليها بالليل، آه بس انا هعملها النهاردة يعني، فهسيبها ساعتين، مش مستعجلة يعني، هسيبها ساعتين وكده في التتبيلة في التلاجة. اهم حاجة تسيبوها بقى في التلاجة كده عشان تنزل ميتها، وتغطوها باي حاجة وتسيبوها تمام كده. يا جماعة نسيت اقول لكم اهم حاجة في الخلطة دي بقى، بعد ما تخلصوا كده تحشوا ما بين الجلد كده بالطريقة دي. تحشوا كده ما بين الجلد، ماشي، تدخلوا الحشوة تحت الجلد بقى عشان الفراخ كلها تطعم عندكم. هحطها بقى في التلاجة كده واسيبها تتبل. هنا بقى بعد ما خليت الفراخ في التتبيلة لمدة ساعتين، نزلت بقى المية اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقلها بقى كده هنا على صينية. وطبعا بقى هناخد الخلطة دي بقى كده نفضيها على الفراخ بالشكل ده. بالشكل ده كده هحطها بقى كده على النار واسيبها بقى تستوي. غطيت عليها بقى كده ما اسيبها تاخد لها كام غلوه، وبعد كده بقى احطها في الفرن. هعمل بقى طاجن رز معمر. عندي بقى الرز هنا مغسول ومتصفي، انا هعمل كوبايتين رز. افضي بقى اللبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد
هنزل بقى بتاني كوبايه كده. محتاج برضو كده لبن تاني، هزود بقى عندي ميه. شوف برضو محتاج قد ايه ميه كده وهزود، لان انا عامله كوبايات رز كبيره مش بنفس الكوبايه بتاعت مقدار اللبن دي. هنزل بقى بالملح بتاعي. انا بحط ملح عشان المعلقه اللي عندي دي صغيره. قلبته بقى كده واحطه بقى في الفرن. هنا بقى الفراخ قربت عندي خلاص كده، هطفي عليها بقى، اديها غلوتين كمان بس وهطفي عليها واحطها في الفرن بقى تكمل سواها في الفرن. بصوا بقى يا جماعه، طلعت الاكل بقى، طاجن الرز وكمان الفراخ، وعملت كمان صينيه بطاطس حلوه قوي. بصوا بقى الفراخ، بصوا المنظر، البصل بقى اتكرمل وعمل صوص كده حلو قوي، وكمان الرز بقى كده. وكده خلصت معاكم الفيديو. انا بقى مش هجرف دلوقتي، انا مستنيه زوجي يجي من الشغل وهيجي متاخر لسه شويه، ده غدانا بس هيبقى عشاء بقى، هيبقى عشاء وكده. فبس لو بقى عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه والشير واللايك، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.